أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة من برنامجكم سلام في أسبوع. النهاردة هنلتقي مع بعض الفقرات وأهم ما دار بقريتنا الحبيبة سلام قماش خلال الفترة الماضية. قبل ما نبتدي الأسبوع اللي فات، أو أعتقد يوم الأحد اللي فات تحديدا، تم افتتاح ميدان الحاج مختار. تم افتتاح ميدان الحاج مختار عبد العال اللي هو قصد مسجد الحاج مختار ناحية المستشفى في يوم وفاته. ده كانت الذكرى الأولى لوفاة الحاج مختار عليه رحمة الله. ولمن لا يعرف الحاج مختار، هذا الرجل أيديه ناصعة بيضاء على كل فرد من أفراد سلمون القماش. كل من يعمل في مهنة التريكو تحديدا، هذا الرجل له فضل عليه. مش بالميدان نتذكره، ولكنه يعيش دائما في قلوبنا جميعا. ما في بيت في سلمون إلا وكان خير هذا الرجل عليه. الراجل ده تحديدا منطقة السلوى دي كلها اتبنت بخير هذا الرجل. كل العمال في سلمون اشتغلوا في مصنع هذا الرجل، سواء في المصنع اللي هو عند الجمعية الزراعية عند الجامع الكبير، أو لما اتنقل في المنصورة، أو لما اتنقل في العاشر من رمضان وعمل مصانع هناك. هذا رجل مفيش مناسبة قومية أو مناسبة دينية تمر إلا ونجد هذا الرجل واقفا يعطي للمحتاج وللسائل من غير ما تقول له ومن غير المناسبات. هذا الرجل الذي ذكر اسمه في مسلسل هالة والدراويش هو والحاج عبد الحكم والحاج محمد الباسل والحاج سير السلموني، عليهم جميعا رحمة الله وبركاته. جميعهم في جنات ونهر. اللي بيتاجر مع ربنا يا جماعة صدقوني لا يضام. من يتاجر مع الله لا يضام. زيهم زي الله يرحمه المهندس اللي هو بتاع القرية اللي بنا اتفقنا الأشراف. هذا الرجل برضو تاجر مع ربنا سبحانه وتعالى. وهناك من يوجد في سلمون الآن من يتاجر مع الله ويأبى أن يذكر اسمه، لأنه يعلم جيدا أن ما تنفقه يمينه لا يريد أن تعلمه شماله. هؤلاء هم المتاجرون مع الله. اللي يتاجر مع ربنا ما بيخسرش. اللي يتاجر مع ربنا دايما هو الكسبان. تاجروا مع الله. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على ان في عشرات من البنات اللي هيتجوزهم عايزين يتجهزوا، والحمد لله هناك من انصت لنا، ربنا يبارك فيهم، خاصة طيورنا المهاجرة والناس اللي موجودة في سلمون القماش. ربنا يبارك فيهم جميعا. الناس دي بتتاجر مع ربنا. وعلى سبيل الذكر حاج مختار، هذا الرجل عليه رحمة الله كان رمزا، زي ما أخونا حماد عبد الحكم بيقول، كان رمزا من رموز مهنة التريكو في سلمون. ما قصد بابه أحدا ورده. أي واحد يترك بابه كان بياخده ويحتضنه. كنا نرى ونحن صغار آلاف من أهالي سلمون يخرجون في 7 صباحا، القطر 7، سواء في القطر الفرنساوي زمان أو القطر الميري لما اتعمل. كنا نشاهدهم وهم يخرجون فرادى وجماعات. فرادى وجماعات رايحين يشتغلوا يقتطعوا قوت يومهم.
كانوا بيقتاتوا قوت يومهم، وهذا الرجل كان يفتح ذراعيه لأهالي قريته سلمون القماش. فينا اللي اتجوز من وراء الحاج مختار عبد العال، وفينا اللي شور بنته من وراء الحاج مختار عبد العال، وفينا اللي بنى بيت من وراء الحاج مختار عبد العال. زي ما العراق كان لها فضل على شبابنا وعلينا كمصريين، وليبيا برضه هذا الرجل كان له فضل. اللي ما يعرفش يسافر كان بيروح، كانت قبلته للسفر هو الحاج مختار عبد العال. لذلك المخلصين من أهالي سلمون أرادوا أن يحيوا ذكراه، فأقاموا له ميدان، المكان اللي كان موجود على الترعة عملوا ميدان وبالسيراميك وشكله كان رائع. افتتاحه كان يوم الأحد اللي فات. هترككم ان انتم تشوفوا ميدان الحاج مختار، ونرجع لكم تاني نتكلم فيما في اهم الانباء عندنا ان شاء الله. هسيبكم تشاهدوا ميدان الحاج مختار اهو زي ما انتم شايفين. لا آسف مش ده مشكلة تانية هنتكلم فيها دلوقتي. اختلط علينا الأمر، بنسامحكم. أهو ستشاهدون، سامحكم الله فريق الإعداد، عيب عليكم. ده ميدان الحاج مختار، شايفين زي ما انتم شايفين اهو. ده ميدان الحاج مختار، دي نافورة في الوسط ما أبهاها، الإنارة، السيراميك، الصورة بتاعته في قلب الميدان شايفين. وفي الخلفية هناك المسجد هناك اهو زي ما انتم شايفين منور. الصورة كانت بالليل، وهذا هو الفيديو. وإن شاء الله أعمل لكم بث مباشر من هناك وأنا في وسطه بإذن الله عشان تشوفوه. ودي البوابة بتاعته. ده أقل شيء يمكن أن يقدم لمثل هذا الرجل الخير صاحب الأيادي البيضاء على أهالينا الكرام في سلمون القماش أهو زي ما أنتم شايفين. ده ميدان الحاج مختار عبد العال أمام مسجده أهو. هذا هو الرجل الفاضل المفضال الأحب إلينا جميعا، الحاج مختار عبد العال ابن قرية سلمون. أرجوكم اقرأوا الفاتحة على روحه الطاهرة في تلك اللحظات المباركة. اقرأوا الفاتحة على روح الحاج مختار عبد العال الذي نهلنا جميعا من خيراته. وأرجو من أولاده إن هم ما يقطعوش العادة دايما اللي بتتعمل لأهالينا في قرية سلمون القماش. كما تشاهدون هذا هو ميدان الحاج مختار. الشكر موصول لكل من ساهم في تشييد هذا الميدان الرائع. لهم منا خالص التحية وخالص التقدير، بداية من ابنه مصطفى وابنه علي وأولاده جميعا، ومرورا بالحاج علي عطية والأستاذ مصطفى عطية والحاج عادل ياسين المرحوم الحاج وكابتن حسان أبو شادة رحمة الله عليه. هذا هو ميدان الحاج مختار، وهذه هي صورته عليه من الله الرحمة والسلام في جنات ونهر. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ندعو له بظهر الغيب بأن يعفو عنه ويتجاوز عن سيئاته ويدخله فسيح جناته. هذا الرجل الكريم المفضال ذو الأيادي الناصعة على أهالينا بقرية سلمون القماش. وعيد تاني الشكر موصول لكل أهالينا بقرية سلمون القماش. الشكر واجب لهم على ما فعلوه وتبرعوا به لبناء أو لتشييد
هذا المبنى لتذكرة الأجيال القادمة بمن هو الحاج مختار عبد العال. الحاج مختار عبد العال اللي بنى مسجدين في قرية سلمون القماش، وبنى مدرسة ثانوي في قرية سلمون القماش، وغير ده وده جبر بخاطر آلاف مؤلفة من أهالينا الكرام، سواء بنوا بيوت، شوروا عيالهم، اتجوزوا. كل ده كان من وراء الحاج مختار عبد العال عليه رحمة الله وبركاته. على سيرة الحاج مختار عبد العال، لا أنسى الناس اللي بتجبر بخاطر كل أهالينا الكرام في قرية سلمون القماش، وخاصة البنات اليتامى. والله العظيم عندما تحدثت مع البعض سواء من طيورنا المهاجرة أو غيرهم، الناس ما استنتش إنها حتى تفكر، والحمد لله يعني خلاص بإذن الله بدأنا نسطر بناتنا. المشكلة بس ده أحدهم قال لي شقيقه، قال لي شوف يا أستاذ حافظ، الناس اللي محتاجة وغلابة احنا كل سنة بنعمل في المناسبات الدينية كشوف كده معينة، لا احنا ما نرجعهاش الصدقة، ما نرجعهاش لحد رمضان أو غير رمضان، لا شوف مين ونبعت له من دلوقتي. ربنا يبارك فيهم. الأصل يا جماعة دور على الأصل. أبوهم كان مربي فاضل عليه رحمة الله، وبالتالي البذرة بتاعته فاضلة، سواء أولاده جميعهم بلا استثناء من الكبير للصغير وغيرهم. ربنا يبارك فيهم ويخلف لهم بالحلال، ويجعل ما يفعلونه في ميزان حسناتهم. أنا طبعا مش قادر أقول الاسم علشان لا أنقص من حسنات هؤلاء الذين جبروا بخاطر الغلابة واليتامى في قرية سلمون القماش. ربنا يبارك فيهم ويبارك في جمعياتنا. أنا عارف الحمل عليكم تقيل، فربنا يبارك فيكم. كل واحد على قدر استطاعته بيقدر يعمل شيء، وهذا واجب علينا جميعا وسط الحالة الاقتصادية الصعبة التي نعاني منها جميعا. وزي برضو ما اتكلمنا في حلقات سابقة، ما تقوليش ان ده موظف او بيبقى بياخد معاش او الدنيا غالية جدا، والموظفين دول اصبحوا في زمرة المساكين. ناقصنا حاجات. ادعو رجال الخير في سلمون يكملوا معانا علشان نقدر. في ناس هتتجوز في شهر 1 الجاي ان شاء الله، وفي ناس هتتجوز في شهر 2. فانا ادعو من الجميع زي ما الباقي ربنا كرمهم وتواصلهم وجبروا بخاطر هؤلاء الغلابة وهؤلاء اليتامى، ادعو الباقي ان هو يجبر بخاطر الغلابة في قرية سلمون القماش. وسلمون عمرها ما كانت بخيلة، طول عمرها كريمة. وزي ما طلعت رجال الأعمال زي الحاج عبد الحكم عليه رحمة الله، وزي محمد الباسل عليه رحمة الله، والحاج مختار اللي كنا بنتكلم عنه النهارده عليه رحمة الله، أخرجت وأفرزت معلمين فضلاء، مش عايز أنسى حد، جميعهم بلا استثناء. والآن في أطباء فضلاء ومحترمين بيمسحهم الدمعة من على خد اليتامى في هذا البلد. ربنا يكرمهم ويجازيهم خير ويخلف لهم بالحلال، وما يفعلونه يكون في ميزان حسناتهم يوم القيامة إن شاء الله. ربنا يبارك فيهم ويعزهم، اللهم أمين يا رب العالمين. نيجي لموضوعنا الكبير اللي هنتكلم فيه دلوقتي برضو من ضمن أخبارنا. أنا برضو الرسائل اللي اتبعتت لي وأنا مش هقدر أعرضها لأن فيها نوع من أنواع السب والقذف، فأنا لا أريد إن أنا أورط أي حد في هذا الأمر. ولكن أما يكون يا جماعة واحد فاتح محل أو مؤجر أو مستأجر عند سين من الناس، وبرضو مش هذكر أسامي، وأنت ما انتش راضي عن
الراجل اللي هو صاحب البيت ومأجر المحلات. ذنبه ايه اللي مأجر ده على انه شغل عنده 16 عامل، وانت تروح تنزل له الزيت على الارض؟ وهتشوف الفيديو دلوقتي. انا مش ضد اي حد، عشان بس محدش ياخد الامر على محمل ان انا بهاجم. انا ما بهاجمش. انا لو عرضت الفويس اللي جاي لي من هؤلاء الناس لا، حاجه صعبه، انما انا بتكلم ما يرتضيه الضمير. وما يرتضيه الضمير هنا ان باي حال من الاحوال انت بينك وبين صاحب البيت اللي مأجر ده، بينك وبينه ما طرق الحداد. اما المستاجر انت مالك وماله، انت مالكش دعوه. وحتى لو عايز تعمل حاجه في جهات رقابيه، في جهات مسؤوله، اكتب ورقه وابعت يا عم شكوى. انما يبقى المنظر بهذه الطريقه السيئه التي ترونها الان، ناس فاتحين مطعم وفي الاخر يقوم زي ما انتم شايفين كده. حاجه صعبه يعني، لا ضمير ولا اي حاجه نرتضيها لنفسنا والله العظيم. يعني المنظر كان صعب. عموما برضو هتشوفوه كما عهدتكم. انا برضو مش ضد حد، ولكن تشوفوا المنظر، اتفرجوا. ده المطعم اهو، اتفرجوا. ادي الزيت مدلوق على الارض، الطعميه مدلوقه على الارض، البطاطس مدلوقه على الارض. في هذا المكان ما يقرب من 16 عامل بيشتغلوا فيه. ليه؟ ذنبه ايه هذا الرجل؟ حتى لو مش من البلد، ذنبه ايه؟ هو الراجل مستاجر. انت بينك وبين صاحب العقار مشكله، حلوها مع بعض. ولكن ما ذنبه؟ ما ذنبه في هذه الخساره؟ هذا لا يرضيه لا ضمير، مش عايز اقول لك دين بقى، لا عرف ولا تقاليد ولا اي حاجه، ناهيك عن الدين طبعا. بس ده منظر، ده يرضي مين؟ ده يرضي مين يا جماعه؟ اهو اخبروني بالله عليكم، كبار البلد فين من هذه المهزله؟ بينك وبين حد مشكله، خلاص روح انت شوف المشكله اللي بينك وبينه. انما الامر لا يصل باي حال من الاحوال ان انت تحارب واحد في اكل عيشه. ليه؟ ليه تحارب واحد في اكل عيشه؟ ليه يعني؟ فين برضه اناشد كبار البلد يتدخلوا في مثل هذا الامر؟ ما يبقاش المنظر بالطريقه دي. ده راجل فاتح محل اكل عيشه ومشغل عماله معاه، تكون نهايته هذا المنظر؟ ان الفول يتدلق على الارض والزيت يتدلق على الارض والطعميه تتدلق على الارض. ليه الخساره دي؟ ليه؟ ليه تخليه يخسر 5-6 آلاف جنيه؟ ليه؟ يرضي مين ده؟ ايا كان انت مين، انا ما اعرفش انت مين اصلا. هو اتحكى لي الوضع ورحت شفت المنظر صعب، وعشان في الاخر كل مره تتعمل قعده مصطبه ويتحل الموضوع عشان خاطري ويتباس الدماغ على الموضوع اصلا للنيابه دلوقتي، هنقعد برضه نفس الليله؟ يا اخوانا اللي متضايق من حد يشتكيه، ما دام انتم القلوب كده عادت كالحجاره واشد قسوه. انما ما يصيرش الامر ان احنا ده بفلوس، اللي حصل ده بفلوس. الراجل هيعمل ايه؟ يعني هيعمل ايه الراجل ده؟ انا والله لا اعرفه ولا اعرف هو منين اصلا. ولكن لما يستغيث ويبقى المنظر يبعت لي الفيديو بالطريقه ديت والمنظر كده، لا ما ينفعش. ما ينفعش يا جماعه. أليس فيكم رجل رشيد؟ احنا وصلنا لكده؟ فين رجاله البلد من ده؟ فين كبار البلد من ده؟ ما ينفعش بأي حال من الأحوال. برضو من ضمن الحاجات اللي عندنا النهارده، كنا اتكلمنا في موضوع سفلتة الطريق بتاع أهالينا بتوع عزبة أبو مصطفى، واتكلمت على مدخل البلد، وإنه إما يجي دبش
او اللي هي بتاع الراتش الاحمر ده، ويتحط قدام، يتعلق قدام المدرسه الاعداديه لحد العلوه اللي فوق، علشان الشتاء المنظر بيبقى صعب. ورحت صورت هناك ونزلت واتكلمت في حلقه سابقه عن هذا. جالي ان رئيسة الوحده زعلانه وبتقول ان انا بهاجمها وكلام من ده، وحد توسط فبكلمني يعني. وكان رد عليه كالتالي: انا عمري ما هاجمت حد وما هاجمش حد، انا انتقد بالدال ولا انتقد بالضاد. لان انا انتقد بالدال ماشي ان انا عايز اصلاح، اما انتقد بالضاد لا، فهذا الامر احنا ضده تماما. فعشان كده انا بقول اهو لها وللاستاذ اللي كلمني: يا اساتذه انا مش ضدها. انا اي رئيس وحده محليه بيجي بفاجئ بعد شهر او 2 بيرن عليا: يا استاذ حافظ انا عايزك. اروح له اقعد معاه، عايزين نعمل كذا وكذا وكذا. حاضر. والراجل ساعدنا وكنت بساعده من سنين السنين. احدهم خرج على المعاش، قابلني مره في المنصوره، وانا كنت في طريق المكان يعني. طبعا. فقال لي يعني الراجل قال كلمتين حلوين في حقي، مش عايز اعيدهم تاني يعني. وبالفعل شهدت القريه ايامها حاجات كويسه. الان انت صغيره في السن، انا اكبرك سنا يعني رئيسة الوحده المحليه. فالمفترض انت ما تخافيش على الكرسي بتاعك. شوف انت عايزه مننا ايه واحنا هنعمله لك. انا ما بطلبش معضله او موضوع كبير. لحظه بس، عشان الموضوع اللي كنت هتكلم في النهارده يا كابتن محمد وداني، كنت هتكلم في الموضوع ده النهارده. يا ريت تبعته لي على الماسنجر دلوقتي. ابعت لي على الماسنجر عشان هتكلم في الموضوع ده النهارده برضه، من ضمن الحاجات اللي موجوده معانا النهارده، لان انا اتكلمت فيها مع رئيس مجلس الاداره الاستاذ سيد المغاوري. ما علينا من ده. طبعا لغه الضاد هي اللغه العربيه. وانا عارف يا معالي المستشاره ان الضاد دي بتاعت المحامين. اجي للموضوع بتاعنا. ابعتهولي عشان اتكلم فيه يا كابتن محمد ودان. يا ريت تبعتولي على اللي انت كاتبه على صفحتك، ابعتولي دلوقتي على الماسنجر في المكان اللي انت بتكتب فيه دلوقتي، علشان وابعت لي الصور. كل ده عشان نتكلم فيه، مفيش مشاكل. احنا يهمنا المصلحه العامه. فانا لما اكون بتكلم على ان المكان اللي قدام المدرسه الاعدادي يتعلق عشان المنظر سيء جدا في الشتاء، بيبقى صعب جدا ان الميه بتبقى موجوده والاولاد بيبقوا خارجين من المدرسه بصوره صعبه، فما بيعرفوش، عايزين مركب علشان يعدوا. فانا ما طلبتش حاجه. انت لو جيتي وقعدتي، لما جه مدير المدرسه الاستاذ باسم السقايه قال احنا عايزين التل طوار، كلمنا الاستاذ عادل ياسين ربنا يصلح حاله يا رب، قال خلاص انا هعمل التل طوار، وعمل التل طوار على حسابه اللي هو علي ده دلوقتي. فحضرتك شوفي مطلوب من البلد ايه، والبلد هتعمل. البلد ما بتقولش لا. ولما اتكلمت على ان احد الموظفين ابن احد المواطنين راح للموظف علشان يختم له ورقه عشان الولد طالب في كليه هندسه وجاي له في اسيوط، فعشان يدخل المدارس الجامعيه هناك، والموظف يقول له روح هات كذا وروح هات كذا، والراجل يروح يعمل ويرجع، ينتهي الموظف مشى. انا ما كنتش بهاجم الموظف ولا بهاجمك، انا بتكلم على اسلوب عمل. انتوا ميعادكم من 8 او من 7:30 لحد الساعه 3. هو الراجل كان موجود الساعه 9:30 كان مخلص ورقه ورجع ما لقاش حد، فطبعا انفعلت عليكم. بعد ما نزلت انا الحلقه انتوا كنتوا بتدوروا على الاخ فين، على الراجل علشان تمضوا له، وضيعتوا عليه
المدينه الجامعيه، يعني هو ذنبه ايه دلوقتي لما يكون بيدفع له 1000 جنيه لابنه كل شهر؟ ده غير الاكل والشرب والسفر. نرحم بعض. فانا مش بهاجم، انا ما بهاجمش الوحده المحليه وما بهاجمش حد، انا بتكلم في الصالح العام. الصالح العام مدخل البلد زي سيء للغايه وعايزين نعليه. شوف الآلية عند حضرتك ايه؟ هتقولي لي انا ما فيش عندي صندوق فيه فلوس، ما فيش عندي مجلس المدينه رافض. مش قولوا كل مشيئتك، قولي مشيئتك، ولكن في النهايه احنا هنكلم رجال العمل التطوعي ورجال الخير في سلمون ومحدش هيتاخر علينا. زي ما اتعمل ميدان للحاج مختار وزي ما بتشور بنات دلوقتي هنعمل ده كمان. مفيش مشاكل بالنسبه لنا، بس قولي انت عايزه ايه؟ قولي المطلوب 1 2 3، بس انت تساعدي من جهه واحنا نساعد من جهه. ما هو مش كل حاجه هنجيبها. يعني الادارات هتهلنا من مجلس المدينه. السن يقول احنا هنحتاج 10 عربيات سن على مش عارف كام، وممكن نجيب طبقه اسفلت احنا على حسابنا، مش قضيه. هنجري على الاستاذ محمد اسماعيل الشريف، على الاستاذ احمد الشرقاوي، على اي نائب من النواب، ونقدر ندرج الحته ديت او المنطقه ديت علشان نعملها. مدرجه في حياه كريمه، بس امتى؟ ادينا بنجري كل يوم بنروح هناك علشان ندرج البلد في حياه كريمه. نفسنا نعمل نقابه للعاملين في البلد اللي هم شغالين في التريكو، ما احناش عارفين نعملها. ومش عارفين نعملها ليه؟ لان كل واحد بيغرد خارج السر. للاسف احنا اتفقنا على الا نتفق. احنا عاملين زي جماهير الاهلي والزمالك. احنا عاملين زي جماهير الاهلي والزمالك بالظبط. اتفقنا على الا نتفق. كنا نمشي في طريق يطلع لنا حد يقف ضدنا، نمشي في طريق تاني يطلع لنا حد، وهكذا. عايزين نجتمع على قلب رجل واحد. مدخل البلد سيء، ناهيك عن الشوارع الرئيسيه اللي في البلد سيئه للغايه. الشوارع الرئيسيه وفي الشتاء حاجه صعبه للغايه، ما تعرفش تمشي فيها. مش دي سلمون. عشان كده لازم يا جماعه الخير، الناس اللي شغالين في العمل الخيري، اتوسل اليكم نحدد ميعاد ونروح نقعد مع رئيسة الوحده المحليه ونشوف آلية ان احنا نظبط مدخل البلد ده بأي طريقة وبأي شكل. ده مدخل البلد، واحنا بلد صناعي، يعني بيجيلنا التجار من اقصى مصر، من اقصاها الى اقصاها، من الصعيد، من الاقصر او من اسوان لحد اسكندريه، بيجوا لنا في قلب سلمون علشان ياخدوا شغل، يلتقوا المنظر بالطريقه دي. ما ينفعش باي حال، ما ينفعش. فارجوكوا يا جماعه، موضوع بقى الطريق اللي هو بتاع عزب مصطفى، يعني الناس هناك والله الناس حزانه والناس بيعاني الامرين. الطريق الزراعي مش هينفع يتسفلت، وده قلناه وعملنا حلقه من عليه. فاللي ممكن يتسفلت ولا قرب باخواننا نواب الدايره، خاصه الاستاذ محمد اسماعيل الشريف. الطريق ده اهو عايزينه يدرج في اي خطه من خطط المحافظه يتم رصفه عشان اهالينا. واللي هيشفع لنا ان محطه الطرد بتاعه الصرف الصحي موجوده على طريق عنبر اللي هو مودي على كوبري فخري اللي مودي على عزبة ابو مصطفى. فيا ريت اهالينا، بقول لك بيعانوا الامرين هناك، بيعانوا الامرين. فيا باشمهندسه نحن لسنا ضدك، نحن يعني نغار بلاش نغير، نغار على قريتنا وعايزينها تبقى في ابهى صورها. وانت عندك الآلية ان في ناس بيحبوا البلد وعايزين يشتغلوا.
فأتمنى من الله إن الناس كلها تتكاتف علشان نقدر نعمل حاجة لبلدنا. الموضوع الثاني أو الثالث أو الرابع اللي هنتكلم فيه، الكابتن محمد وهدان كان كتب بوست على صفحته، البوست ده خاص، راجل بيتكلم بأدب واحترام، وقال إن بعد إذن الناس المسؤولين في مركز شباب سلمون، أولا إحنا مش ضد حد الكلام للمصلحة العامة. المنظر اللي الملعب الكبير فيه ده ما يرضيش ربنا. يا ريت نشوف الملعب منظره عامل ازاي، ونشوف المية حوالين الملعب عامله ايه. ده ابسط حاجة المفروض نطلبها يعني منكم. وبرضه احنا بننتقد، مش بننتقد حد، ولا احنا ضد حد علشان ما حدش يفكر اننا بنحارب الناس والمسؤولين. بس فعلا والله الملعب المنظر العام ما يرضيش حد. يا ريت نتحرك ونشوف المطلوب ايه، وربنا يوفقكم ويعينكم. الراجل لم يخطئ، قال كلام زي الفل على صفحته الشخصية، وتم تشييرها على باقي الصفحات. وكل المطلوب اللي هو بيقول لمسؤولي مجلس الإدارة في مركز الشباب، يا جماعة عايزين نشوف حل في المية اللي في الملعب الكبير. وهذا الأمر مشروع للكل إنه يتكلم فيه. هو في تفاصيل أنا مش هقدر أتكلم فيها يا كابتن ويا أهالي سلمون ويا شباب سلمون. التفاصيل ديت مش هتكلم فيها لما تبقى على أرض الواقع. لأن بالفعل في خطوات تم اتخاذها ماشي لبعض الأمور أو لتنفيذ أحد بنود البرنامج الانتخابي للأستاذ سيد المغاوري، وأنا شاهد على هذا، وقريب جدا هيتم ده. حتى الأستاذ سيد وهو قاعد معايا قال لي أنا هخلص ده وتاني يوم هكون مقدم استقالتي. مش ده القضية، وقضية الاستقالة لا تعنيني بشيء حتى هذه اللحظة. اللي يعنيني إن يتم تنفيذ ما تم بينه وبين مديرية الشباب والرياضة وبين أحد المستثمرين. هذا من ناحية. تفاصيل مش هقدر أتكلم فيها دلوقتي، والمفترض إن أنتم تبقوا على علم بالتفاصيل، ولكن أنا تعلمت في هذا البرنامج تحديدا إن مش كل الأمور تتقال في الوقت الحالي. أما أشوف هترسى على إيه، وعند التنفيذ أو ما ينفذ منها شيء نطلع نتكلم. حاجة تانية، خط المية سيظل بهذه الطريقة، وإن كان في حل تاني وتم عمله برضه، بس كل ده هيتهدد. كل ده هيتهدد. وعشان برضه أكون واضح معاكم، محدش حاطط إيده في الليل. يعني الجري فرادى وجماعات تقول نيف من الناس، نيف من الناس اخوانا بتوع اللغه العربيه هم من يسعون عشان موضوع الملعب ده. ليه؟ لان لو قلت مواسير اللي فوق وعايزه ظهر وعايزه تتغير، وانا قلت الكلام ده قبل كده، سيبكم الكلام ده، الموضوع اكبر من ده. ولكن ان شاء الله في حل، والحل مع مهندسين متخصصين، بس هيشال النجيله ديت كاننا بنعمل من جديد ان شاء الله. وبرضه هذا ما وعدنا به، وهذا ما وعدنا به، صح ام غلط ماشي، البينة على من ادعى. ماشي. القعده كانت موجوده، حضرنا فيها، الدنيا تمام، كله زي الفل ماشي. لما يتم التنفيذ هنقول. انا معاك في اللي انت بتقوله، يا سلام، انا معاك يا كابتن في اللي انت بتقوله، وكل الشباب برضه معاك في اللي انت بتقوله. والناس بتجري من يوم ما مسكهم وهم بيجروا، هو لم يمروا على انتخابهم في شهر 9، احنا النهارده في شهر 11 شهرين، وهم بيجروا كل يوم في مكان ما لحد ما توصلهم لإن شاء الله اللي انتوا عايزينه، ما يرضي شبابنا في قريتنا الحبيبة سلمون القماش.
وان شاء الله اول خطوه هتتم ويتم وضع اللبنه الاولى وقريبا جدا. ماشي. انا هستضيف الاستاذ سيد مغاوري علشان هو اللي يتكلم ويقول بلسانه. وبرضه انا مش بدافع عن حد، ولكن ادي فرصه للناس. لازم ندي فرصه للناس. انا عارف ان المنظر صعب، المنظر سيء. كل اللي انت كتبته صح وكل اللي انت قلته صح، وانا احييك على الادب الجم في كتابه البوست، انك لم تجرح في احد. وهذا عهدنا بك وعهدنا بكل واحد محترم في هذا البلد. فان شاء الله ممكن بدل ما نشيل ونعمل مواسير تحت النجيله نشوف غطا الملعب حتى لو بالصاج ده. الاستاذ مجدي بيقول لي كده. طيب هو عموما هو في حل كده مهندس قاله، واحد اللي واخد الليله كلها بقى وافق عليه، وهنشوف الدنيا هترسى على ايه. هنشوف الدنيا هترسى على ايه. ده بخصوص الملعب بتاع مركز شباب سلمون القماش.